السلام عليكم، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ النهارده جايه لكم بتحفه فنيه يتقال عليها واو واو، بجد جايه لكم بحاجه خطيره. كيكايه جديده، تورته جديده، سميها زي ما انت مسميها. حاجه تشرفك قدام ضيوفك وقدام جوزك وقدام اولادك، حاجه كده خطيره بجد، وانت واقفه بتعمليها هتبقي في منتهى السعاده. يلا هنشوف عملنا مع بعض الجمال ده ازاي. بس شوفوا كده واحنا خارجين بالتورته واحنا بنقطعها، بصوا جايه عامله ازاي. حاجة تعمليها في بيتِك بسيطة، مش محتاجة مجهود، مش محتاجة تعب، بجد مش مُتعبة خالص يعني، حاجة بسيطة جدًا وطريقتها حلوة ولذيذة. يالّا نشوف عملنا الجمال ده إزاي، يالّا بينا. أول حاجة معايا 4 بيضات، هاحطهم كده في بولة، وكمان شوفوا كده الخطوات بتاعتي مضبوطة علشان تاخدي أحلى كيكاية أو أحلى تورتة معاكِ بالكريب، بجد خطيرة. هانزل عليها بكيسين من الفانيليا، وأبدأ أخفق بالمضرب الكهربائي أو اليدوي على حسب اللي موجود عندِك. تمام، هابدأ أنزل بقى بربع كوباية من السكر، وأبدأ رشة ملح، وأبدأ أخفق كويس جدًا. لو هتعملي بالمضرب اليدوي يبقى هياخد معاكِ وقت شوية، علشان لازم السكر بتاعنا يدوب تمامًا ويبقى لونه أبيض زي ما أنتِ شايفة كده. هاجيب بولة تانية أنزل بكوباية من الدقيق وأبدأ أنخله. مهم جدًا مرحلة إن أنتِ تنخلي الدقيق، مهم جدًا، جدًا، يعني بانبه عليها أهو. ومعلقة ونص كبار هرمية من الكاكاو الخام. شايفين بانخل الكاكاو بيطلع فيه حبيبات، هابدأ بقى بالمعلقة إن أنا أفركه كده، شايفين أهو زي ما باعمل كده. وهابدأ أجيب بقى البولة اللي فيها البيض والسكر بعد ما قلبت الدقيق على الكاكاو، ونبدأ إن إحنا ننخل الدقيق لتاني مرة. شايفين أنا عايزة أوريكم بس تاني مرة أنخل الدقيق، ما رضيتش أنخله على البيض على طول، لأ أنا حابة أنخله مرتين 3 كمان، لو حبيتِ بتدي ما النتيجة أحسن بكتير. شايفة بقى طلع حاجات برضه. أبدأ أخفق بالمضرب الكهربائي أو بالمضرب اليدوي لحد ما كله يمتزج كده مع بعضه، وأبدأ أنزل بربع كوباية من الزبدة السايحة. ممكن نستبدلها بالزيت، ممكن نستبدلها بالزيت، بس الزبدة السايحة بيبقى ليها طعم تاني وبتفرق في العجينة بتاعتنا قوي، لكن ممكن نستبدلها بالزيت عادي خالص. تمام. هبدأ بقى خلاص أبدأ أخفق تاني بالمضرب الكهربائي. على فكرة الخطوات دي مهمة جدا جدا. هابدأ أنزل بنُص لتر من اللبن أو نُص لتر من الحليب، علشان في دول تانية ما تعرفش يعني إيه لبن. هابدأ بقى المرحلة دي لازم أصفّيها، لازم إيه، أصفّيها، هيطلع حاجات في المصفى شايفين زي ما أنتم شايفين كده، فما ينفعش أحط العجينة. هاغطّيها بقى بالإسترتش بتاعي أو بكيس بلاستيك وأدخّلها التلاجة من ساعة لساعتين قبل ما أسوّيها. هاجيب بقى طاسة كده معايا على البوتاجاز، طاسة تيفال أو أي حاجة عشان نحط فيها الكريب بتاعنا. لازم أخفق العجينة بقى كده خفقتين قبل ما نبدأ نسوي في العجينة. آخد كبشة واحدة في الطاسة. الطاسة دي مقاس تقريبًا 20 أو 22، يعني ما تعمليش في طاسة أكبر من كده، أقصاكِ ما الطاسة مقاس 20 والطاسة دي مقاس 20. تمام. لكن لو عملتِ في طاسة أكبر من كده هتلاقي الطبقات بتاعِك هتطلع أقل، وهتبقى العجينة هتحتاجي تزودي كمية تانية. آجي بقى العجينة بتاعتي على نار وسط، أبدأ إن أنا أشوف العجينة من تحت لمّا تستوي والاقي العجين كلّه من فوق استوى، أبدأ أقلب الكريباية بتاعتي. تمام. زي ما أنتم شايفين أنا هاعمل معاكم هنا كمان واحدة علشان أوريكم الشكل عامل إزاي. هنا بُصّوا، هنا بقى لازم أحطها في صينية واسعة، لإن لازم، 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 لازم الكريباية بتاعتِك تتهوى ما تعرقش. عملت مسحة تاني من الزيت والمنديل، يعني بين كل مرتين تعملي فيهم كريب هتعملي نقطة زيت ومسحة بالمنديل، الباقي بين كل واحدة وواحدة هي بتمسحي بنفس المنديل لأن بيبقى فيه زيت. شايفين هنا بقى الكريباية بتاعتِك وهي بتتهوى لازم تقلبيها على الوش التاني، يعني ما تستنيش لأن الوش اللي تحت هتلاقيه عرق، فلازم تهويه هو كمان. شايفين هنا بقى باهوي وأقوم بعد ما تبرد خالص وتكون متهوية أحطها في الطبق وفوق بعضيهم، لكن ما تحطيهمش فوق بعضيهم وهُم لسه مش متهويين. معايا ربع كيلو من الكريم الشانتيه الخام، هانزل عليهم ب3 معالق كبار هرمية من السكر البودر، و4 معالق كبار هرمية من الكريمة اللباني. تمام. هنا كده شايفين هنقلب قلب قلب، وهانزل عليهم بكوباية ونص من الحليب أو كوباية ونص من اللتر. هنا حابة تعمليها بمية مفيش مشكلة خالص، بس أنا حبيت أعملها عشان تبقى مدية قيمة غذائية، وكمان اللبن هنا في الوصفة دي بيفرق. يعني أنا التورت بتاعتي بعملها بمية، لكن أنا الكيكة دي بالذات أو التورتة دي بالذات، الكريب أنا باحب أعملها باللبن، لإن بتفرق في الطعم خالص. هنا بقى هابدأ إن أنا أحط معايا الكريم بتاعي وأخفق فيه كويس جدًا لمّا يدّيني السمك اللي هو عامل زي المنقار كده، وخلاص أنا أبقى خلّصت الخفق في الكريمة بتاعتي، هتبقى جاهزة.
هاجي بعد كده هنا هاحتاج معايا بقى 4 مكعبات من الشوكولاتة، أبدأ إن أنا أبشرهم أو أقطّعهم بالسكينة وأحط عليهم معلقة من الزيت وأدخّلهم الميكروويف يسيحوا أو على حمام بخار مائي. خدت نُص الكريمة بيضة والنُص التاني حطيت عليها كمية الشوكولاتة كلّها اللي أنا سيّحتها في الميكروويف ورُحت مدّياها كام خفقة كده وبعد كده رُحت حاطّاها في الكيس الحلواني. تمام، معايا هنا كيس حلواني أبيض ومعايا كيس حلواني شوكولاتة. هابدأ عايزة أقطّع الأحرف، عندِك القطّاعة اللي هي بتبقى المستويات والمقاسات دي هتقطّعي، أنا ما عنديش القطّاعة، هاعمل إيه، جِبت طبق يكون صغيّر كده وبالسكينة قعدت أقطّع الأحرف بتاعتها زي ما أنتم شايفين، ما عندكيش طبق مقاس الكريباية، ما عندكيش قطّاعة، بإيديكِ أنتِ كده حاولي تضبّطي إيديكِ وتقطّعي الأحرف تبقى متساوية. هابدأ أجيب بقى الطبق اللي هاقدّم فيه وأنزل فيه بنُقط كده بس عشان تمسك أول عجينة كريب معايا بالطريقة اللي أنتم شايفينها دي. ومعايا هنا بقى عايزة واحدة شاليمو كده بس تكون اللي هي التخينة أو أي حاجة عندِك تخينة في المطبخ تعرفي إن أنتِ تستخدميها، عشان هاقول لِك هنعمل بيها إيه دلوقتي. شايفين بقى باعمل الكريباية بتاعتي وبانزل بالكريمة بتاعتي عاملة إزاي؟ خلّي بالِك ما تستغربيش هتعرفي دلوقتي بقى الإبداع كلّه هنا، الإبداع كلّه هنا. هابدأ بقى الفراغات اللي بين الكريمة اللي أنا حطيتها هانزل بالشاليمو بتاعتي أو أي حاجة مدوّرة وأبدأ بقى بعد ما أنا ضغطت الكريباية لتحت في الحتت الفاضية، هانزل بالكريمة البيضا. شايفة بقى الجمال؟ هو ده اللي ادّاكِ الشكل في أول الفيديو اللي شُفتيه. أبدأ أنزل نفس اللي أنا عملته في أول مرّة، الفراغات اللي هي ما فيهاش الكريمة أبدأ أضغط عليها وأحط فيها اللون التاني اللي هو الشوكولاتة. هاجي بقى هنا أحُط الطبقة التالتة وكمّلت بنفس الوضع، جيت على آخر واحدة بقى هنبدأ نحُط بقى الكريمة من فوق، هنبدأ بقى إن إحنا نساوي بقى الكريمة من فوق ومن الجناب، طبعًا في الجناب بتاخدي حاجات بسيطة جدًا ما بتمليش الجناب، هي الجناب أصلًا لو حابة إن أنتِ يعني بتحُطّي طبقة خفيفة، خفيفة أوي، يعني لو جاي لِك ضيوف لازم تحُطّي طبقة خفيفة أوي من الجناب، علشان تبقى ماسكة بس الكريباية لمّا تخُش التلاجة تبقى جامدة كده معاكِ وحلوة أوي. نضّفنا الطبق بتاعنا وهنبدأ نجيب بقى كاكاو مُحلّى هنرُشّه على الوش كده زي ما أنتِ شايفة، وهنحُط بقى إيه الكلام ده كلّه الكيكاية بتاعتنا هنحُطّها في التلاجة، طلّعناها حطينا عليها فراولاية كده ادِّت شكل جميل، وبألف هنا وشفا على قلبكم، بجد الفيديو النهارده يحتاج منكم أحلى لايك، اللي مش عندي في القناة يشترك ويفعّل الجرس عشان كل جديد عندي يوصل لكم، مع السلامة.